رئيس. مين اللي حضر له؟ اللي حضر له 89 دولة. بص الإحصائية دي 89 دولة، منهم 10 دول أكثر الدول فقرا. طب دول جايين يعملوا إيه؟ جايين يتفسحوا شرم الشيخ وأوبن بوفيه والأكل وتاكلوا يومين ثلاثة وبالسلامة. ها؟ و59 دولة أكثر فقر من مصر. من ال 89 اللي جايين 59 أكثر فقر. اللي حضر 13 رئيس و37 سفير و11 وزير و2 نائب وزراء و5 رئيس وزراء. الله، واحد يقول له مالك ايه القاعه دي؟ ما القاعه دي كان جنب كل واحد مباحث، يعني واحد ومباحث واحد ومباحث واحد ومباحث. يعني الاعداد اللي انا قلتها دي لو عملتها تعمل صفين بالكتير، لكن كلهم مخابرات وامن وفين وفي شرم الشيخ وطلعوا عين العيال الناس الغلابه بره قبلها بكام يوم. بهدله يعني. يعني دول جايين يعملوا ايه؟ تقول لي يستثمروا؟ يعني انا عايز اسال سؤال، البشير بتاع السودان ده جاي يستثمر؟ ده كان ايام حسني مبارك، وطبعا انا عيب عليه ان هو يجي ويعترف بهذا المجرم اللي واقف يسمع له. انت كنت لما الاخ مرسي موجود عندك في السودان قعدتوا تقروا قران انتوا الاثنين في المسجد. الله يلعن السياسه ويخرب بيت السياسه واللي بيسيسهم وبينيلهم. فايام حسني مبارك كان البشير، وانا سامع الكلام ده بودني، وبعد كده نزلوه في الجرايد لما بيقولوا لحسني مبارك هل من تكامل اقتصادي بين مصر والسودان، بحيث ان مصر فيها اراضي كتيره جدا محدش عارف يعملها، ومصر فيها شباب كتير عاطل مش لاقي شغل، ممكن شبابنا في مصر يروح يزرع الاراضي هناك، النيل الازرق والنيل الابيض والكلام ده في السودان. بيقول لك على طول، انا لقيت حسني مبارك بسرعه كده بيقول له وتفتكر امريكا هتوافق؟ الله، ايه اللي دخل امريكا في الكلام؟ عشان تعرف بس الحقيقه، عشان تعرف الحقيقه. فدول مش جايين تقول لي استثمار في ايه؟